بس بقى مش كده، مش كل يوم على الحال ده. انا خلاص فاض بيا، ما تشوف لك حد تاني. قال لي اشوف حد زي مين يعني؟ وبعدين هو انا خلاص ما بقتش مال عينك؟ ده انا من ساعه ما ابني سافر وانا اللي موجود بداله. ايه اللي غير بقى موقفك دلوقتي؟ قلت له انا ما اتغيرتش، بس انت حمايه ولا كانك شاب في العشرينات، وانا ما عنتش قادره. ده صبح وليل يا اخويا، ومين بس الست اللي تقدر على الحال ده؟ قال لي كتير، بس ايه رأيك علشان تعرفي بس ان الشباب الصغير ده مش هو المطلوب، وان اللي زيلي هو اللي هيجيب لك المفيد. وانا دلوقتي هخليكي بقى تحسي احساس تاني. اصلا انا النهارده حاسس كاني رجعت شاب العشرينات بجد. قلت له ايه ده يا خرابي، كل ده وانا بقى هقدر عليه ازاي؟ وساعتها طبعا انتوا مش فاهمين اي حاجة، لكن انا دلوقتي هقول لكم الموضوع من البداية للنهاية. لكن قبل ما احكي لكم الحكاية، عايزاكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، واللي لسه ما اشتركش علشان الفيديوهات تنجل لهم بسرعة، ويا ريت تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل اشعار بالحاجات الجديدة والجميلة والحصرية اللي بنزلها عندي على القناة. ودلوقتي يلا نبدأ بقصتنا. انا سناء، اتجوزت من سنة، وكنت متفقة مع جوزي ان من اول ما نتجوز هيقعد معايا شهرين كده ولا حاجة، وبعدين هيسافر الخليج لانه كان جاي اجازة، بس كان جاي علشان خاطر يتجوز، وكمان علشان يلاقي حد يونس ابوه. وانا كنت موافقة، وفعلا اتجوزنا وعدوا الشهرين بسرعة، ولقيته بيقول لي انا خلاص مسافر. قلت له ايه ده، هما بس شهرين لحقوا يخلصوا بسرعة كده؟ قال لي ايوه. قلت له طب ما سافر معاك. قال لي طب ابويا يا فالح اللي هياخد باله منه. قلت له احنا ممكن نشوف له اي حد يخدمه واحنا نبقى ننزل له اجازات. قال لي يعني ينفع اكون متجوز واحده زي القمر، قمر زيك كده، وتقدر تشيل مسؤوليه ابويا والبيت في غيابي، واروح اجيب له واحده غريبه تقعد في بيتنا؟ قلت له عندك حق، ما هو ما ينفعش، بس برضه ما ينفعش تسيبني، انا لسه عروسه جديده، وانت يعني ما قلتليش ان الموضوع هيبقى بسرعه كده. قال لي هو ايه ده، انت مش متفقه معايا؟ هو انت مش عارفه ان انا هسافر بعد الجواز بشهرين؟ قلت له ايوه، بس ما كنتش عارفه ان الجواز حلو قوي كده، علشان كده انا مش عايزك تسافر. قعد يضحك وقال لي بطلي بقى عبط، وبقول لك ايه، انا مش عايزه اديلك اكتر من كده. قلت له خلاص سافر. قال له ابويا كل يوم لازم تنزلي وتشوفي طلباته، ويا اما بقى هو يقعد معاكي هنا في الشقه، يا اما انت تنزلي تحت في شقته وتقعدي معاه. قلت له بص، سافر انت وانت مطمن، وموضوع الطلوع والنزول ده انا هظبطها انا وابوك مع بعضنا، مالكش انت دعوه. وفعلا خلص جوزي اوراق السفر وسافر، وكنا كل يوم يعني بنطمن على بعض وبنتصل ببعض، وكان كل يوم كده يعني يتصل بيا فيديو كول علشان يشوفني واشوفه، ونطمن على بعض وهنصبر بعض. لكن بصراحه المكالمات دي ما كانتش بتعمل معايا اي حاجه، انا كنت ببقى متضايقه وحاسه ان انا محتاجه جوزي ومش لاقياه، وما كنتش عارفه اعمل ايه. واتكلمت معاه اكتر من مره، كان يقعد يقول لي كلام حلو وكلام معسل بتاعه، وانا كنت خلاص زهقت وتعودت على الكلام بتاعه. وكنت كل يوم والتاني انزل عند حمايه، لانه كان بيرفض ان هو يطلع يقعد معايا في الشقه، معرفش ليه، بس انا كنت بنزل يعني كل يوم انضف له البيت واعمل له اكل واحتياجاته. لكن اللي انا لاحظته ان كل ما انزل عنده تحت بيختفي، معرفش بيروح فين. وكل مره كنت بسال نفسي هو يا ترى بيروح فين كده؟ وش معنى يعني اول ما بنزل ده زي ما يكون ظابط نفسه على معادي، يا اما بقى هو مش حابب انه يقعد معايا. وفي يوم من الايام اول ما نزلت عنده ولقيته بيبتدي كده يدخل اوضته ويختفي، قلت له جرى ايه يا حمايه، هو انت مش عايز تقعد معايا هنا ولا ايه؟ قال لي لا طبعا، انت مين اللي قالك الكلام ده؟ قلت له اصل بصراحه انا كل ما اجي وادخل يعني بلاقيك بتختفي فجاه. قال لي لا اصل انا ما ادخل ارتاح شويه عبال ما انت تخلصي يعني شغل البيت اللي وراكي. لكن بصراحه كلامه ده ما اقنعنيش، وكنت ببقى عايزه اعرف هو بيعمل ايه بالظبط. وفي يوم من الايام سمعت صوت عالي جاي من اوضته، وانا كنت وقتها في المطبخ، والمطبخ كان قريب قوي من اوضه حمايه اللي هي اوضه النوم بتاعته. وطبعا عارفه ومتاكده ان هو عايش لوحده، اصل هو على الحال ده من يوم حماتي ماتت، ده حتى ما بيخليش اي حد يدخل البيت سواء كان غريب او قريب منه، ولا حد بيجي عنده كمان، هو ما بيحبش كده. لكن انا طبعا بحكم ان انا مرات ابنه كنت بنزل بس يدوب اعمل الحاجات اللي هو محتاجها، وكنت بطلع على طول. لكن اليوم ده الصوت كان جاي زي ما بقول لكم كده من اوضته عالي جدا. حاولت ان انا اطلع بره، وكنت فاكره ان انا نسيت التلفزيون والع، وان هو طبعا ممكن يقوم يزعق لي من الصوت العالي ده. لكن لما طلعت في الصاله ما لقيتش التلفزيون ولا حاجه، والغريبه بقى ان الصوت اللي كان موجود ده صوت يعني صوت واحده مع واحد، صوت واحده مع جوزها يعني وكده.
والصوت عالي لدرجة إن هي نسيت نفسها. وأنا بقى فكرت في الوقت ده إن حماية مع حد في الأوضة. ضحكت وقلت في سري ينيلك يا حماية، معقول في السن ده هو قادر؟ يا لهوي. لكن لما قربت من باب الأوضة علشان أشوف مين اللي معاه ما لقيتش حد، ولقيته ماسك في إيده تليفون وعمال يعني بيتفرج على حاجات ومندمج قوي. واللي أنا شفته محدش يتخيله. يا نهار أبيض، إيه كل ده؟ انت ابنك يجي جنبك سافر على الشمال ومفيش مقارنة أبدا ما بينه وما بين جوزي. معقول ده كله مستخبي؟ يا حماتي التريكي كنت مبسوطة. وفضلت بقى على الحال ده ووقفت اتفرجت، وتقريبا كان الوقت كده عدى عليه أكتر من نص ساعة وهو زي ما هو، لا تعب ولا زهج. وأنا كنت خلاص رجليا وجعتني من كتر الوقفة. وفجأة ومن غير قصد كده زقيت الباب ودخلت جوه الأوضة عنده. وهو أول ما شافني اتخض وما كانش حتى عارف يقفل صوت التليفون. ووقتها قعد يزعق فيا ويقول لي ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ لكن انا كنت مبلمه كده ومش عارفه ارد. اصل اللي انا شفته قدامي على الحقيقه حاجه تخض اي ست، وهو ما كانش مصدق في الوقت ده. وحمايه فجاه عينيه لمعت وابتدى يعمل معايا حاجات، وانا الصراحه يعني ما كنتش يعني في وعي، كنت حاسه ان انا في دنيا تانية. ومن اليوم ده ابتدى كل يوم على ده الحال، لحد ما انا في يوم قلت لا بقى، كفايه كفايه كده، ما ينفعش اكون ماشيه في الطريق اللي انا ماشيه فيه، وانا مش هنزل بقى اليوم ده. وفعلا اليوم ده ما نزلتش، فلقيته هو اللي طلع عندي، ولقيته بيقول لي جرائيه يا مرات ابني، هو مش المفروض كنت تنزلي ولا ايه؟ قلت له انا بصراحه مش عايزه انزل تاني ولا نعمل اي حاجه. قال لي والله هو انا مش المفروض بدل ابنك في غيابه واعمل كل اللي هو بيعمله؟ وبيقول لي انت مالك كده؟ ايه اللي غيرك فجأة؟ قلت له اهو كده بقى، انا مش عايزه اعمل كده تاني. لقيته فجأة بيهددني وبيقول لي لو بطلت اللي بتعمليه ده معايا انا هقول حاجات لجوزك، هخليه يطلقك على طول وهقول له حاجات عنك مش كويسه. وابني بقى ساعتها هيصدقني ويسمع كلامي ويطلقك ويرميكي في الشارع. وبصراحه من ساعه التهديد ده وانا ما بقتش عارفه اعمل ايه، وكل يوم بنزل له علشان خايفه ان هو يقول حاجه لجوزي ويخرب عليا جوازي وحياتي. وطبعا لو هو قال اي حاجه لجوزي طبعا جوزي هيصدقها اول واحد لانه ابوه وبيحبه وبيثق فيه. فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي او اتصرف ازاي. ما هو قدامي دلوقتي حل من الاتنين، يا اما اتطلق واتفضح يا اما افضل مع حمايه. مستنيه تنصحوني وتقولوا لي اعمل ايه، يمكن حد فيكم قبل كده مر بالتجربه دي، يا ريت تنصحوني وتقولوا لي بدون تجريح.